dullness. So, to panic, dull. Let's have you roll this way. وهي ان انا احدد ليفل الاسيتس. طيب هو في البدايه ايه الاسيتس ده؟ هو عباره عن الفلويد اللي بيكون موجود في البروتينيال كافيتي، فممكن يكون مايلد، ممكن يكون مودريت، وممكن يكون سيفير. المايلد بعملها من خلال الني والالبو بوزيشن، بخلي العيال ده زي كده ان هو قاعد في وضع السجود، وببدا ان انا بعمل له البركشن، ببدا بعمل له بركشن على الجانبين، وببدا بلاقي ان الجانبين معايا ريزونانت. ولكن اول ما الاقي ان انا بروح عند المنطقه السنترال اللي هي بتكون عند الامبليكس، وابدا ان انا اعمل البركشن، بلاقي ان المنطقه دي ضل. وممكن برضو بالاضافه لكده عشان اتاكد ان انا بحط السماعه برضو في المنطقه دي، بلاقي صوت جيرجلين، الصوت بتاع الميه. لما باجي على المودريت اسيتس اللي بنقول عليها شيفتنج دانس. وليه بنقول عليها شيفتنج دانس؟ وده بسبب ان الفلويد اللي بيكون موجود فيها بيروح على الجانبين، فبنلاقي ان احنا لما بنيجي نعمل بركشن، فبنلاقي ان المنطقه السنترال بنلاقي ان هي ريزونانت بشكل طبيعي، ولكن اول ما نروح على الجانبين بنلاقي ان هي ضل. اول ما تلاقي ان هي ضل، اياك تشيل يدك، انا عايزك اياك تشيل يدك، خلي العيان ينام على الجنب الثاني بتاعه، وابدا برضو اعمل البركشن بعد 15 الى 30 ثانيه. لو لقيته ان هو ريزونانت في اللحظه دي، انت اتاكدت ان هو شيفتنج دانس. So, to panic, dull. Let's have you roll this way. To panic again, so that's shifting dullness. Great, thank you. نيجي بعدين للحاله الثالثه، وهي اللي بتكون سيفير او تنس اسايتس. في اللحظه دي بنقول برضو عليها هي ترانسميتد ثريل. في اللحظه دي بلاقي ان الفلويد اصلا شامل كل البروتينيال كافيتي. في اللحظه دي بطلب من العيان او اي حد معايا من بره ان هو يجيب الايدج بتاعه اليد بتاعته ويحطها في السنترال بتاعه الامبليكس، سواء البيشنت او اي حد معايا من بره، وببدا ان انا احط يدي على جانب واليد التانية بعمل بيها تابنج، عشان بعدين احس باليد اللي انا حاططها في الناحيه التانية دي، بحس ان في دفعات ميه بتجيلي. انت تخيل كده ماسك بالونه وحاطط فيها ميه ومليها، وحاطط يدك في ناحيه واليد التانية شغال بتعمل بيها تابنج، هتحس ان في حاجه شغاله بتخبط من الناحيه التانية.